السلام عليكم. اندلاع حرائق تونس والجزائر وارتفاع درجات الحرارة. هو اللي شنو قاعد يحصل بالضبط في تونس والجزائر؟ النار تاكل الأخضر واليابس، ودرجات الحرارة وصلت 50 درجة مئوية، بتخلي الأرض كاملة تغلي زي الصفيح الساخن. كابوس الحرائق الموسمية في تونس والجزائر بشكل أوسع وأشرس من أي وقت فات، ومع التغيرات المناخية الجسيمة ألسنة اللهب التهمت مساحات شاسعة من الغابات والمزارع وحتى البيوت، وعيشت سكان المناطق المهددة في حالة من القلق والترقب والخوف والرعب. والنتيجة كانت اضطرار مئات الأسر إنها تسيب بيوتها وتهرب باللي عندها، باللي يعينها على الحياة. الميداني بيمثل معركة حقيقية بين الإنسان والنار، وفي رق الحماية المدنية في البلدين بتكافح وسط ظروف معقدة وصعبة جدا، مدعومة بطائرات الإطفاء ومروحيات الجيش اللي بتحاول تتغلب على صعوبة التضاريس والرياح شديدة. السيطرة تمت على عدد من البؤر، لكن ما زالت هناك العشرات من البؤر مشتعلة تتوسع. الجميل وسط الكارثة هو التضافر والتنسيق المباشر بين الطرفين التونسي والجزائري لمحاصرة النار والتصدي إليها. جهود الحماية المدنية والتنسيق المشترك على الحدود باش من نتنقلش المناطق بعيدة. تم مناطق جديدة خصوصا منع امتداد الأراضي التونسية عبر الحدود، مثل ما حصل في حريق غابة المنكورة الشريط الحدودي اللي تم إخماده بجهود مشتركة بين الحماية المدنية التونسية والجزائرية وحراس الحدود في تونس. الوضع بقى تحت استنفار الأقصى، والحماية المدنية سجلت في يوم واحد بس مئات التدخلات الميدانية، منها 177 عملية إطفاء حريق خلال 24 ساعة، وتخطيط إجمالي تدخلات في الفترة الأخيرة حوالي 2800 تدخل، من بينهم أكثر من 600 حريق بمعدل يوصل لحريق كل 5 دقائق تقريبا. الأرقام هذه تعكس مدى الضغط المهول اللي بيواجهه أجهزة الدولة، واللي خلت الفرق الميدانية مرابطة في مواقعها بدون انقطاع للسيطرة على النيران وتقليل خسائرها. موجة الحر التاريخية اللي ضربت تونس سجلت درجات حرارة غير مسبوقة وصلت إلى 50 درجة مئوية، كانت هي الوقود الأول للكارثة هذه. الحرارة الشديدة مع الرياح والشيلي قوية والجفاف التام خلوا ألسنة اللهب تطاير. اندلع بشكل متزامن في عدة محافظات شمالية مثل محافظة نابل، جندوبة، الكاف، بنزرت وباجة. النيران تركزت في مناطق جبلية وغابية حساسة جدا وصعبة الوصول، زي غابات جبل غار الملح وغابات رفراف في بنزرت وغابات كاب جورو في باجة، بالإضافة لمناطق بير برقبة وبوعرقوب. المعركة مش مجرد إطفاء نار، هذه تحدي بيئي واقتصادي خطير جدا. الغابات في تونس تمثل حوالي 34% من المساحة الجملية للبلاد، وأغلبها موجود في الشمال والوسط الغربي، وبيعيش فيه قرابة 1,000,000 نسمة، تقدر قيمته الاقتصادية بنحو 932 مليون دينار تونسي، يعني تقريبا 310 مليون دولار. الخسائر الجسيمة اللي تحصل في الثروة النباتية والمحاصيل الزراعية تشكل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي والحياة السكان المقيمين في الغابات هذه. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، تداعيات موجة الحر والحرائق أثرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، فظهرت ضغوط إضافية تمثلت في انقطاع متكرر في التيار الكهربائي والمياه في عدة من المحافظات بسبب ارتفاع القياسي في استهلاك الطاقة خلال أوقات الذروة. ومع استمرار التحذيرات من استمرار موجة الحر القياسية، تستمر فرق الإطفاء والجيش وأعوان الغابات في العمل على مدار الساعة لتطويق البؤر المتبقية في بنزرت وباجة وجندوبة والكاف للحد من الخسائر البشرية والمادية ومنع الكابوس.
ما تنسوش حبايبي الكرام لايك وبارتاج، وربي يسترنا ويستر تونس.